السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هتكلم النهاردة عن مشكلة كبيرة حصلت في مصر. مشكلة ايه؟ مشكلة قطع مية وكهرباء في منطقة مهمة جدا وحيوية جدا في مصر، وهي منطقة الهرم. منطقة كبيرة جدا فيها عدد سكان كبير جدا. 4 أيام لغاية دلوقتي الناس بتشتكي، مفيش مية، مفيش كهرباء مناطق، مفيش مية في المناطق دي كلها. ناس كتيرة تشتكي، بيقولوا بسبب مشكلة في محطة المية وفي محطة الكهرباء، بيصلحوا فيها من الأيام دي كلها، من 4 أيام، والناس مفيش مية خالص، والناس فعلا تعبانة في الحر ده. اشمعنى المنطقة دي بالذات بيحصل مشكلة كل شوية؟ أعطال كتيرة، بالرغم من إن المنطقة دي منطقة سياحية المفروض الدولة تهتم بيها. حصل يعني مشاكل كتيرة، في كهرباء مقطوعة، في مية مقطوعة. لازم المشكلة دي يكون في اهتمام للمنطقة، عشان دي منطقة سياحية، في أهرامات، متحف كبير. في الحر ده الناس مش هتستحمل قلة المية. لازم المسؤولين يتحاسبوا بسبب الأعطال الكتير اللي بتحصل، وكمان في إهمال ولا لأ؟ هل في إهمال ولا لأ؟ ويتحاسبوا. والتأخير ده سببه إيه؟ يعني كل مرة يحصل أعطال وإيه سببها؟ وكمان المشكلة دي مشكلة قديمة، يعني مشكلة المية في المناطق دي، في الهرم وفيصل والمناطق دي، يعني مشكلة قديمة. المية ضعيفة في المناطق دي من زمان، ضعيفة، بتقطع كل يوم. بس في مية كانت بتيجي، بس المية ضعيفة. الأيام دي مفيش مية خالص ولا نقطة مية، دي طبعا مشكلة. عايزة كمان أقول للمرشحين في مجلس الشعب والشيوخ، ياريت يعني يهتموا بالمنطقة دي، يعني يشوفوا ايه الناس محتاجة ايه. دي حاجات بسيطة الناس محتاجاها، عايزين مية، عايزين كهرباء، عايزين منطقة نظيفة، ما يبقاش فيه زبالة في الشوارع. ده شغلهم المفروض، يعني هم جايين يعملوا ايه؟ جايين علشان يشوفوا مشاكل الناس ويحلوها. فلازم المشاكل دي تتحل. مية في المناطق دي ضعيفة من زمان، ودلوقتي بقى لها 4 أيام مفيش مية خالص بسبب المشكلة اللي هي في محطة المية ومحطة الكهرباء، والأعطال كتيرة، وكمان تأخير في تصليح. يعني الإصلاح المفروض تتصلح مثلا في يوم، لا ده بقى لنا 4 أيام أو 5 أيام كمان علشان يصلحوها. يا ريت المسؤولين يسمعوني عشان المشكلة دي تتحل بسرعة، يا ريت. وبكده خلصت انا كلامي. يا ريت بقى ما تنسوش اشتراك ولايك وشير علشان كلامي يوصل للناس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.